السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا طيبين؟ دكاترة مهندسين طلابنا الأزهريين أو إخواتنا الأزهريين أيهما أقرب إليك. بص يا سيدي، النهاردة هنشرح درس الدعامة في الإنسان. هو مكتوب عندك الدعامة والحركة في الإنسان، بس أنا دلوقتي هشرح الدعامة بس. بكرة بإذن الله نكمل في الحركة زي ما قلنا قبل كده، إن طريقة شرحنا بنظام الأزهر، وجاوبنا على نفس السؤال بتاع ما إحنا بقينا زي العام. لا، إحنا مش زي العام. وقلنا إن في 30 درجة متوزعة على مصطلح وما النتائج وماذا يحدث إلى آخره. وحتى الإخطر محتاجة سرد وشرح بطريقة نظام الأزهر، ومحتاجة. وعلى فكرة حتى لو أنت طالب عام فأنا محتاج منك، يعني مش أنا مش شرحي للطالب العام، ولكن فرضا إن في طالب عام حابب يسمع، فأنا شرحي معتمد او في النهايه او التوتال، يعني انت هتوصل لمرحله انك حافظ وفاهم. فده المطلوب منك، انا مش مطالب اكتر من كده. ومش هقول لك ان انا يعني ايه اللي هو 60 من 60 وانا وحش الكيمياء وعفريت الفيزياء ومش عارف ايه. لا، اللي اقدر اقول لك انك هتكون متقن قوي 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 الماده دي وبتحبها. والاحياء كلنا عارفين انها ماده لذيذه، وزي ما قلنا قبل كده هي فيها تفاصيل كتير، ايوه، بس هي ماده لذيذه جدا. دوري ان انا اخليك حافظ وفاهم المادة دي كويس قوي، ولو في جزئية صعبة تكون فاهمها بكل سهولة. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول له بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة يفيضها شهد اللسان وعبرا. ونقسم أنك خير الورى يا مسك الحياة وخير الأنام، اللهم بلقائه بشر عليه الصلاة عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أولا الدعامة في الإنسان. بص يا سيدي، أول حاجة بتكلم عن الجهاز الهيكلي. تمام، أول حاجة بيتكلم عن الجهاز الهيكلي. بيقول لك إن الجهاز الهيكلي ده بيتكون من 5 حاجات. أولهم بين، ماشي، اللون نخليه اللون ده لذيذ، ماشي. بص يا سيدي، بيقول لك أول حاجة هيكل عظمي، عندك غضاريف، مفاصل، أربطة، أوتار. يبقى أنت عندك 5 مكونات في الجهاز الهيكلي بشكل عام. الجهاز الهيكلي أول حاجة هيكل عظمي أهو، غضاريف، مفاصل، أربطة، أوتار. واحدة واحدة ورانا إيه، واحدة واحدة هنيجي ليه. مش محتاجين أكتر منك في الجزئية دي إنك تبقى عارف الجهاز الهيكلي. دي أول جملة في الدرس، إن هو قال لك إنه بيتكون من هيكل عظمي، غضاريف، مفاصل، أربطة، أوتار. ده كده إيه، شكل كروكي للهيكل العظمي بشكل عام، يعني هنتكلم عنه بشكل تفصيلي بإذن الله. ايه بقى؟ ايه يا عم، في ايه يا عم؟ تشينج. اوكي، بين. بص يا سيدي، اول بقى يعني كده احنا اتكلمنا عن الهيكل العظمي والغضاريف والمفاصل والاربطه والاوتار. حصل. طب يا سيدي، هنتكلم عن الهيكل العظمي. والله اول حاجه بيقول لك ان الهيكل العظمي ده بيتكون من 200 عظام، عدد من العظام. كم عظمه؟ 206 عظمه. تمام، خلي فاكر الرقم ده كويس، 206 عظم، 206 عظم. طيب، قال لك وكل عظمه او عظمه حجم وشكل. ليه؟ والله يا سيدي، هتقول له كل عظمه حجم وشكل معين. قال لك وحتى تناسب الوظيفه التي تؤديها. يبقى شكل العظمه الفلانيه بالشكل العلاني حتى تؤدي الوظيفه التي حتى تناسب الوظيفه التي تؤديها. يبقى حتى تناسب الوظيفه التي تؤديها، يبقى تكتب كده علل حتى تناسب الوظيفه ايه ده التي تؤديها. معلش يا حاج بقى، تؤدي. بص يا سيدي،
بعد كده قال لك يتكون الهيكل العظمي من محور، المحور ده بيسموه العمود الفقري. يبقى يتكون الهيكل العظمي من محور يسموه بالعمود الفقري، يتصل طرفه العلوي اهو بالجمجمه، بيتصل طرف العلوي بالجمجمه. طيب مش بس كده، قال لك كما يتصل في منطقة الصدر اللي هو القفص الصدري والطرف العلويان، يعني بواسطة عظام الايه؟ الكتف. يبقى احنا قلنا ان هو يتصل طرف العلوي بالجمجمة كما يتصل في منطقة الصدر او اللي هو القفص الصدري يعني والطرفان العلويان بواسطة عظام الكتف. بيس بيس. طيب قال لك اما الطرفان السفليان فيتصلان بالعمود الفقري من اسفل بواسطة عظام الحوض. تمام. يبقى الطرفان، يبقى العمود الفقري يتصل طرفه العلوي خالص بالجمجمه. طيب منطقه القفص الصدري ومنطقه ال الطرفان العلويان قال لك بواسطه عظام الكتف. طيب اما الطرفان السفليان قال لك فيتصلان بالعمود الفقري من اسفل بواسطه عظام الحوض. حلو كده لحد هنا؟ ماشي. تاني شنج. طيب فين؟ يطلق على العمود الفقري والقفص الصدري والجمجمة بالهيكل المحوري. يبقى لما يجي يقول لك الهيكل المحوري عبارة عن ايه؟ هتقول العمود الفقري، القفص الصدري والجمجمة. عمود فقري، قفص صدري، جمجمة يسمون أو يسموا هيكل محوري. تاني، عمود فقري، قفص صدري، جمجمة. طيب قال لك أما الأحزمة والأطراف الأربعة يعني يطلق عليها الهيكل الطرفي. يبقى أنت عندك العمود الفقري والقفص الصدري والجمجمة قال لك يسمى الهيكل المحوري، أما الأحزمة والأطراف الأربعة يطلق عليها الهيكل الطرفي. أنت لو خدت بالك هتلاقيني بعيد كتير، فأنا ده المطلوب إنك عايزك تردد ورايا وتحفظ المعلومة تكررها أكتر من مرة بحيث إن عقلك ياخد عليه. واتكلمنا قبل كده برضو في دعامة في النبات أو الحركة في النبات، قلنا إن من الحاجات اللي بتساعدك على الحفظ واتكلمنا فيها كتير هو إنك تحاول قد ما تقدر تشغل حواسك. الكلام ده كله مفهوم وكله معروف، بس مين بقى بيعمل ومين ما بيعملش؟ زي ما كل الناس عارفة كويس إن في إله وفي حساب، ولكن مش كله بينفذ أو كله بيعمل. فحاول على قد ما تقدر تنفذ وتبدأ، يعني زي كده المحترم الجميل السكر اللي هو يقول لك إيه يا دكتورة هو أنا هلحق؟ يا عم هتلحق يا عم، انجز بقى. كونك بتسأل السؤال او ما زلت بتسال السؤال يبقى انت مش كويس، او انت مش انت في حاجه. ابدا يعني مش موضوعنا. وعلى فكره حلوه كلمه انك عامل اللي عليك، وحلو كلمه ان انا ايه بعمل حاجه ومخلص كل اللي ورايا ومخلص كل اللي عليا. ده احساس جميل بعيدا عن اي نتيجه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن شخص امعه اي في حاجه مهمه قوي 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 اتكلمنا عنها قبل كده. الموضوع ده لسه عارفه قريب فخضني. نقطة في بر الوالدين. بعض الناس أو بعض الشباب أو أنا حتى ما كان حد ينصحني، لو كان بينصحني بيقول لي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بتحس إنك حفظت الكلام ده، يعني ما شاء الله، يعني بجد الواحد بيحس إنه خلاص تمام عرفت بينفذ مع إنه حافظ وفاهم وواعي، بس هو لا مش فاهم ولا واعي. المهم بعد كده قال لك يطلق على العمود الفقري والقفص الصدري والجمجمة بالهيكل المحوري. يبقى لو سألك وقال لك الهيكل المحوري يتكون من 3 أمور نقط، هتقول لي العمود الفقري، القفص الصدري، الجمجمة. دول يسموا الهيكل الايه؟ المحوري، الهيكل المحوري. طيب أما الأحزمة اللي هو الأربطة أوتار، والأطراف طرف سفلي طرف علوي الأربعة، طرفان سفليان طرفان علويان، فيطلق عليها الهيكل الطرفي. وصلت؟ يبقى انت عندك هيكل محوري يتكون من قفص صدري عمود فقري جمجمة وهيكل طرفي. طريقتي بتفكرني او مش طريقتي، يعني بحب جدا مستر خالد صقر الله يمسيه بالخير، شخص جميل وطيب جدا. كان بيقول ايه؟ اس بربي وبنت. انا نسيتهم. هبت اكس اكت من ديك.
تمام. فيطلق عليها الهيكل الايه؟ الظرفي. شنج تاني اهو. الهيكل المحوري يتكون من ايه يا ولاد؟ وقال لك يتكون من عمود فقري، عمود فقري، قفص صدري، جمجمة. جمجمة. قشطة. قشطة. طيب أول حاجة نتكلم عن العمود الفقري. والله بقى في نقطة مهمة، قال لك يتكون العمود الفقري من 33 فقرة. يعني منطقي جدا إن هو بيتكون من 33 فقرة، يكون بيتكون من 33 عظمة. حصل. ولكن الحقيقة إن هو مش بيتكون من 33 عظمة. ليه؟ أقول لك أنا ليه. والله يا سيدي، لأن في عندك فقرات عجزية مش في آخر السطر، مش في آخر نهاية العمود الفقري، اللي في آخر أو في نهاية العمود الفقري هي الفقرات العصوصية. دي فقرات ملتحمة. والفقرات العجزية برضو فقرات ملتحمة. حلو. يعني هما كانوا كذا فقرة، يعني كذا عظمة أهي مثلا أهو. تمام. التحموا فكانوا 4 عظمات وعظمة واحدة. وصلت لك؟ بس فهو دي الفكرة، إن هو 33 فقرة بس كام عظمة؟ 27 عظمة. تمام. 27 إيه؟ عظمة. يبقى 33 فقرة و27 عظمة. ليه؟ لأن أنت عندك فقرات عجزية اللي هي أهي ملتحمة مع بعض أهي، وفقرات عصوصية أهي 4 فقرات. تمام. يعني كده لو جينا سألنا عدد الفقرات الملتحمة الأول، كانت ملتحمة 4 عصوصية و5 عجزية. يعني المجموع التوتال 9. وانت عندك كام فقرة؟ 33. يعني هتطرح 33 ناقص، يعني عندك كام؟ 9. حلو. هتشيل 3 من 30، 6 يعني 24. يبقى انت عندك 24 فقرة متمفصلة. حلو. مظبوط. طيب اهو ازاي قلت لك هو تقسم الفقرات الى 5 فقرات او 5 مجموعات. اول حاجه عنقيه، دي 7 فقرات. هنتكلم عن الموضوع ده بشكل تفصيلي بس واحده. ظهريه 12 فقره، قطنيه 5 فقرات، العجزيه 5 فقرات، العصوصيه 4 فقرات. حلو. يبقى احنا قلنا الملتحمه 9 والمتمثله 24. حلو. برضه كل مره بغلط نفس الغلط. ايوه، احلى جدول في الدنيا. بص يا سيدي، معايا. طيب والله قال لك ان عندك 5 مجاميع. يعني العمود الفقري ده بينقسم الى 5 مجاميع: عنقيه، ظهريه اللي هي الصدريه يعني، والقطنيه والعجزيه والعصوصيه. يبقى انت عندك 5 مجاميع في العمود الفقري. كل عمود منهم كل عمود كل مجموعه منهم هنشوف بيقول ايه. طيب اول مجموعه منهم من الفقره الاولى من فوق خالص، من الفقره الاولى 1 ل7. يبقى من الفقره الاولى للفقره ال7 دي الفقرات الايه؟ العنقيه اهي. الفقرات العنقيه. ماشي. يبقى من الفقره الاولى اللي هي من فقره 1 لفقره 7 دي فقرات عنقيه. طيب بعد كده من فقره 8 لفقره 19 دي فقرات ظهريه. فقرات ايه؟ ظهريه. لو جينا عدينا 1 ل7 كام؟ يعني 7. يعني عددها كام؟ 7. خلينا نكتب بالعربي. طيب بعد كده من 8 ل 19 دي الفقرات الظهريه. لو جينا عندنا هتلاقيهم 12 فقرة. طيب بعد كده من 2 ل 24. لا دي مش 2 ل 24. ازاي من 2 ل 24؟ لا من 20. 21 22 23 24. ايوه من 20. هنا من 20 يا شباب، هنا خطأ فني يعني. ماشي. 5 فقرات.
كذلك من 25 29 واحد جحش، أنا آسف مع احترامي الكامل للجحش يقول لك من 25 ناقص أو 29 ناقص 25 ب4. تمام، أنا مش هتكلم يعني، بس لأ عشان ممكن في حد يكون بيفكر كده بجد. عد 25 ما دي معانا، دي احتسبت احتسبت أهي، 25 26 27 28 29. تمام، يبقى دي برضو 5. عندك هنا من 30، من هنا من 30، من 30 ل 33 فقرات موصوصية. في سؤال جه قبل كده في امتحانات سابقة الأزهر، قال لك إيه أول فقرات الفقرات العصوصية رقم كام؟ أول فقرة في الفقرات العصوصية رقم كام؟ مش عارف، 28 29 30 32 كانت الإجابة 30 أهي. تمام، هنا 4 فقرات، يبقى 17 5 5 4، 7 12 5 5 4. بعد كده نخش على الحجم. والله الفقرات العنقية يا سيدي قال لك إنها متوسطة الحجم، متوسطة الحجم. الفقرات الظهرية والله قال لك أكبر من العنقية، من العنقية. طيب الفقرات القطنية والله قال لك أكبر. ده لون تاني، ده لون تاني أهو. أكبر الفقرات حجم. يبقى أكبر الفقرات إيه حجما هي الفقرات القطنية. نميزها أهو 5. تمام. بعد كده قال لك الفقرات العجزية والله قال لك عريضة ومفلطحة. هي فقرات عريضة ومفلطحة. يبقى أول ما تسمع كلمة عريضة ومفلطحة في أي مصطلح علمي يقول لك فقرات عريضة ومفلطحة وهيكم، اكتب لي فقرات عجزية. تمام. الفقرات العصوصية والله قال لك فقرات صغيرة، فقرات صغيرة حجم، صغيرة الحجم يعني، صغيرة الحجم. حلو ولا مو حلو؟ حلو. طب يا سيدي، في جزئية كنت بتكلم فيها ولكن حصل مشكلة في المايك، هي خطرت على بالي وانا جاي. موضوع بر الوالدين. بعض الناس زهقت من كلمة ولا تقل لهما أف، والله تعالى منزه عن ذلك، منزه عنك وعني يعني. وحتة برضو كذا حاجة يعني احنا اتعودنا عليها. يا ابني انا بخاف عليك، يا ابني انا بحبك، يا ابني محدش هيبقى عايزك احسن منه قدي او زيي. ده كلام الاب. الام دايما برضو كلام مشابه لذلك احنا دايما بنسمعه عادي عادي، اللي هو انت تمام. بس قسما بالله الامر خطير 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 والله العظيم. مهما كانت سوء الام، مهما كانت سوء الاب، من اي حاجه اي حاجه انا. وعلى فكره هتلاقي شكواتك كلها كده على بعض، انت مثلا بتقول عملت كذا كذا عشان كذا، هتلاقي شكوتك تافهه تافهه زيك يعني، بجد بجد تافهه، تفاصيل هبله جدا جدا. هياما استحمل هو حاجات منك كبيره وعادي عادي. فالمهم اللي هو قول الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والقول بتاع وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا. المهم إن آية من الآيات هي نزلت على الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص. فكان الموضوع فيه أمر وكده. ولو بصينا لقينا إن أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كانت كافرة، يعني ما كانتش مسلمة. سعد بن أبي وقاص أسلم، فهي قطعته أو خصمته وقالت له على جملة، قالت له إنها مش هتاكل، يعني مش هتاكل أو تشرب، مش فاكر معناها باللغة العربية، بس معناها إن هو مش هتاكل ولا هتشرب. فراح بس كل اللي عمله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه راح قال لها تعي أو لا تعي، يعني تاكلي ولا ما تاكليش. فنزل في الآية. أنت فاهم حاجة؟ أنت معايا؟ فالموضوع كبير جدا، وربك عمره ما يوعد أو يعني كده في حاجة إلا إذا كان أمرها خطير جدا جدا جدا. لما كبرت شوية، أنا لسه مش أب ولا اتجوزت، بس بقيت فاهم شوية يعني، فلقيت إن الموضوع خطير فوق ما أنا أتخيل. أنا نفسي بقيت أفكر لو أنا عندي بنت مثلا،
أو أنا باحب اللي هو إيه، الأب دايمًا البنت حبيبة أبوها والولد ابن أمه يعني. ففكّرت لو أنا عندي بنت هاحبها إزاي، أو ممكن أعمل عشانها إيه، أو هافضل طول عمري حياتي كده ليها، فاهمني؟ بعد ده كلّه، بعد ده كلّه أنت فاهم حاجة يعني، تبقى بتكرهك مثلًا، أو تبقى بتزعّق لك عشان حاجة أنت مش فاهمها لإنّك يا عيني مش من سنّها وهي مش أنت مش معايا، فاهمني؟ الحاجات دي حاجة في منتهى الأسى والحزن والوجع، والله فعلًا كما تدين تدان، هيحصل فيك. فحاول على قد ما تقدر تكون بار، وأنت مطالب بالبر، وحتى لو والدك مش فاهم، حتى لو والدك مش متدين ومش واعي، أو والدتك أو مش عارف، ما لكش دعوة، أنت مطالب بحاجة وهو مطالب بحاجة، هو يتحاسب وأنت تتحاسب. فحاول على قد ما تقدر تكون شخص كويس. المهم يعني عشان ما نطولش، المنطقة يا سيدي، والله الفقرات العنقية منطقي جدًا تكون في العنق، فقال لك إن مكانها في العنق، ماشي؟ والفقرات الظهرية قال لك منطقة الصدر، على فكرة بتسمى برضه الفقرات الصدرية عادي، يعني صدرية وظهرية، ماشي؟ منطقة الإيه؟ الصدر. طيب الفقرات القطنية والله قال لك تواجه تجويف البطن، مع إنها مش فقرات بس تواجه تجويف البطن عادي يعني، تواجه. هي أصلا بتبقى الفقرات عاملة كده 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 كده، عنقية، آه ظهرية أو صدرية، قطنية، عجزية وصوصية، ماشي؟ يبقى تقول لي تواجه تجويف، هذا صغر الخط ده، تجويف البطن، تمام؟ طيب ايه تاني عندك؟ الفقرات العجزية، والله قال لك ان الفقرات العجزية، معلش يا شباب، المهم الفقرات العجزية والله قال لك مكانها او توجد فين؟ بين عظمتي الحرقف، في الحزام الايه؟ الحوض، الحرقف، تمام. بعد كده الفقرات الوسطية قال لك دي توجد في نهاية العمود الفقري، تمام. بص يا سيدي، الحالة اللي بيتكلم عنها دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ حالتها من حيث التمفصل والالتحام، في فقرات ملتحمة زي ما اتكلمنا، العصوصية والعجزية، العجزية 5 والعصوصية 4، يعني كده 9 فقرات ملتحمة و24 متمفصلة. هو بقى موزعهم لك هنا، والله قال لك العنقية متمفصلة، متمفصلة، ايه ده؟ ايه ده؟ متمفصلة، ايه ده؟ 2 صاد ليه طيب؟ يا لهوي ليه كده طيب؟ انا مش قصدي ليه كده؟ انا قصدي كلين عادي يعني. حصل خير، هنكتبهم بسرعة تاني، الإعادة إفادة، تمام يعني، بسيطة. العدد 7، ماشي؟ هنا 12، 5 5 4. الحجم متوسطة الحلاوة خير يا شباب، متوسطة الفقرات الظهرية أكبر حجما، القطنية والله قال لك أكبر حجما من العنقية، ماشي؟ أكبر الفقرات حجم. طيب الفقرات العجزية عريضة مفلطحة، أهم حاجة عريضة مفلطحة. المشكلة إن الإضاءة أحيانا دايما هي ضاربة في وشي كده، تمام؟ فأحيانا الحتة دي مش باينة، أنا بكتب عمياني، تمام؟ فراعي بقى يعني، حس بيا. بعد كده الفقرات العصوصية والله قال لك صغيرة الإيه؟ الحجم. المنطقة المكان، والله إن العنقية منطقي جدا تكون في العنق، اكتب يا عم عنق. بعد كده الصدر بالنسبة للفقرات الصدرية أو الظهرية. بعد كده الفقرات قال لك تواجه تجويف البطن. تخيل كنت لسه راح أعمل كلين تاني، ما علينا. فمفيش كلين عادية يعني، مفيش كلين من اللي هي اللي بتاعتنا دي، خير. طيب الفقرات العجزية توجد فين؟ بين ايه؟ بين عظمتي. بعد كده يا سيدي عندك
جدول لذيذ جدا، هو بيقسم لك العمود الفقري 5 مجموعات: فقرات عنقية، ظهرية اللي هي الصدرية برضو، والقطنية والعجزية والعصوصية. هنتكلم عن كل مجموعة منهم باستفاضة ونعرف بعض الصفات بتاعتهم. المهم، الفقرات العنقية قال لك توجد ده من فقرة رقم 1، يعني هو العمود الفقري 33 فقرة زي ما اتفقنا. طيب الفقرات العنقية دي بتشمل أنهي فقرات؟ والله قال لك من فقرة 1 لفقرة 7. واحد ذكي جدا فيقول لي لا ده من 1 ل7 يعني 6 فقرات. انت ما بتعرفش تحسب؟ لا يعني 1 ل7 يعني هتعد 1 2 3 4 5 6 7، ما انت بتعد الواحد معاك يعني واحد يحسب كمان. تمام، يبقى 1 ل7 يبقى 7 فقرات. طيب الفقرات الظهرية والله قال لك ان هم 12 فقرة، عديت هتلاقيهم 12 فقرة. طب الفقرات القطنية 5 فقرات، عد هنا 20 وهنا 30. حلو حلو. وهنا برضو 5 وهنا 4، يبقى 7 12 5 5 4 7 12 5 5 4 تاني 7 12 5 5 4. عنقية ظهرية قطنية عجزية عصعصية. طيب الحجم والله قال لك ان الفقرات العنقية متوسطة الحجم. متوسط الايه؟ الحجم. متوسط الحجم، نكتب الحجم كده ايه. ماشي. اما الفقرات الظهرية لا، قال لك ان هي اكبر حجما من ايه؟ العنقية اللي هي اللي فوقها على طول. طيب مع كده لك الفقرات القطنية بقى هي اكبر فقرات حجما في العمود الفقري كله. اكبر ايه ده؟ ده لذيذ جدا ده، اللي هو كده يعني مش عارف، بس مش موضوع. هنا كان كام؟ هنا كان 5 عادي. ماشي. المهم اكبر الفقرات حجما. طيب الفقرات العجزية والله قال لك انها عريضة ومفلطحة. ماشي. مهمة دي، اي كلمة عريضة ومفلطحة يبقى لك في مصطلح حلم يجيبها لك في اي حاجة، يبقى هو بيتكلم هنا عن الفقرات العجزية. طيب بعد كده الفقرات العصية والله قال لك هي اصغر الفقرات حجما، وقال لك يعني ايه صغيرة الحجم؟ صغيرة الحجم. حلو. المكان والله قال لك ان المنطقة الفقرات العنقية منطقي جدا تكون في العنق، صح؟ يبقى الفقرات العنقية توجد فين؟ في العنق. العنق. طب الفقرات الظهرية في الظهر؟ لا الفقرات الظهرية مش في الظهر. الفقرات الظهرية لو سألك عن مكان هتقول له الصدر. ما احنا قلنا من شوية ان الفقرات الظهرية ممكن تسمى الفقرات الصدرية برضو، فانت تقول لي منطقة الايه؟ الصدر. طيب القطنية قال لك تواجه تجويف البطن. يبقى العنقية العنق، الظهرية الصدر، القطنية تواجه تجويف البطن. والله العجزية قال لك توجد بين عظام أو عظمتي الحرقف. حلو ولا مو حلو؟ حلو. طيب إلا عصوصية والله قال لك توجد في نهاية العمود الفقري. نهاية العمود الايه؟ الفقري. الحالة يعني من حيث التنافسل والالتحام. احنا قلنا من شوية ان في 9 فقرات ملتحمة، 5 و4. ال5 العجزية، 4 عصوصية. يبقى العجزية والعصوصية كل واحدة او مجموعة منهم ملتحمة. طيب يبقى الباقي متنافسل. يبقى الاثنين اللي تحت اللي هم عجزية عصوصية ملتحمة. اي غير متنافسلة يعني. تمام. هنا متنافسلة. ايه ده متمافصلة. هنا ميم ف. ماشي. متماثلة. الف بتاعتي صاد، يعني دي بذمتك ف. ماشي. متماثلة برضو. متماثلة. الله يخرب بيت. الفكرة الخط حلو جدا والله، بس الفكرة ان ابتدى بتزحلق. المهم
سيلكت، لا لسه ماشي. بعد كده بيقول لك عدد عظام العمود الفقري. اكيد جالك سؤال طب العظام كله عدد عظام العمود الفقري بتبقى ايوه بالظبط 26 عظمه. احنا حسبناهم غلط على فكره، يبقى انت كده عندك عدد العظام 26 عظمه كله مش 27. تمام. بعدد عظام العمود الفقري 26 عظمه 33. لا استنى 24 واحد صح انت عندك 24 متمفصلة صح متمفصلة، وعندك واحدة عجزية اللي هم 5 بس ما يتلتحموا مع بعض تبقى عظمة، وعندك واحدة مصاصية يبقى 26 لا صح 26 فعلا. طيب لازم نغيرها ماشي. من 26 عظمة. بعد كده يا سيدي تركيب الفقرة العظمية. بص يا سيدي الفقرة العظمية والله لها تعريف، والله قال لك هي جزء أمامي سميك يسمى جسم الفقرة. يبقى هي جزء أمامي سميك يسمى جسم الفقرة يتصل به من الجانبين زائدتين عظميتين هما النتوءان المستعرضان. يبقى أنت عندك تركيب الفقرة العظمية والله قال لك هي جزء أمامي سميك يسمى جسم الفقرة يتصل. بعد كده عندك تركيب الفقرة العظمية، والله قال لك إن الفقرة العظمية يتركب أول حاجة من جزء سميك يسمى جسم الفقرة. حلو هوريك شكله دلوقتي ماشي. يبقى جزء سميك يسمى جسم الفقرة يتصل به من الجانبين زائدتين أو زائدتان عظميتان اللي هما النتوءان المستعرضان. طيب يبقى أنت عندك جزء من مسمى جسم الفقرة يتصل به من جانبين زائدتان عظميتان هما النتوءان المستعرضان. يتصل بجسم الفقرة من الخلف حلقة عظمية هي الحلقة الشوكية. تاني يتصل جسم الفقرة من الخلف حلقة عظمية. فين الحلقة الشوكية؟ اهي دي الحلقة الشوكية، لأن في ناس بتتلخبط بين القناة العصبية والحلقة الشوكية. دي الحلقة الشوكية دي القناة العصبية. تمام. حلقة شوكية ودي قناة عصبية وده جسم الفقرة احنا اتكلمنا عنه فوق ماشي. يبقى الحلقة الشوكية ودي يا سيدي بيمر من خلالها الحبل الشوكي. يبقى لما اجي اقول لك وظيفة للحلقة الشوكية هتقول لي يمر من خلالها الحبل الشوكي. طيب تحمل الحلقة الشوكية زائدة خلفية مائلة لأسفل. هي عاملة كده دي النتوء شوكي. شايفين نتوء ايه شوكي. يبقى تحمل الحلقة الشوكية زائدة خلفية مائلة لأسفل هي النتوء الشوكي. بعد كده وتحمل أيضا نتوءان مفصليان علويا وسفليا. حلو. يبقى انت عندك فين بقى النتوءان المفصليان والعلويان؟ في ناس برضه بتتلخبط بينهم مش عارف ليه. اهو ده المفصل العلوي، الاثنين دول ده مفصل علوي وده مفصل علوي، وده مفصلي سفلي وده مفصلي سفلي. يبقى اللي قدام ده العلوي ده اللي هو المنظر الامامي يعني. يبقى ده نتوء مفصلي علوي وده نتوء مفصلي سفلي، وده النتوء المستعرض نتوء
مستعرض، وده برضو ده برضو مستعرض، انتوا مستعرض. حلو. بعد كده قال لك تحيط الحلقة العصبية بقناة عصبية يمتد بداخلها الحبل الشوكي لحمايته. تمام لحد كده ماشي. كمل. قواعد علمية هامة، تريكات وكبسولات. بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ عدد عظام الهيكل العظمي كله، احنا قلنا من الاول 206 عظمه. 206 عظمه، يبقى عدد عظام الهيكل العظمي كله 206 عظمه. تمام ماشي. طرفي ومحوري. طب الطرفي كام والمحوري كام؟ اهو عدد عظام الهيكل الطرفي 126 عظمه، يبقى المحوري 80 عظمه. حلو. يبقى تاني الطرفي 126 عظمه، وعندك عدد عظام الهيكل المحوري 80 عظمه. التوتال كام؟ 206. محوري كام؟ 180 عظمه. طرفي كام؟ 126. الطرفي اكثر ليه؟ لان عندك سلميات، رزق فيه هنا 8 او هنا في 8، رجل فيه 7 كده يعني. عندك امشاط، عندك سلميات وهكذا. فتلاقي ان 126 ده الطرفي، 80 للمحوري. طيب عدد عظام اللي اسمه ايه ده، اللي هو المكون العمود الفقري، قال لك 26 عظمه زي ما احنا حسبناها فوق. 24 متمفصله، واحده عجزيه، بقى هم 5 بس بقوا التحموا عظمه واحده. 5 فقرات ملتحمين يعني عظمه واحده. العصوصيه 4 فقرات ملتحمين يعني عظمه واحده. يبقى 24 1 2 يعني 26، يبقى 26 عظمه. بيقول لك ان عدد عظام الهيكل المحوري 80 عظمه، بس امتى؟ قال لك زي ما انا قلت لك دلوقتي، باعتبار ان العجز عظمه واحده والعصعص عظمه واحده، فيكون العمود الفقري 26 زائد زائد القفص الصدري زائد الجمجمه 29 بالملحقة. تمام. يبقى ده الهيكل المحوري. احنا قلنا الهيكل المحوري عباره عن ايه اصلا؟ قلنا الهيكل المحوري عباره عن عمود فقري، قفص صدري، جمجمه. ماشي. عدد فقرات رقم 5 العمود الفقري كله 33 فقرة و26 عظمة زي ما قلنا. يبقى 33 فقرة و26 عظمة. فين السلكت؟ change. بص يا سيدي، عايزين نغير اللون. عندكم ازرق؟ كمل قواعد. زي ما قلت لك ان عدد فقرات العمود الفقري المتمفصله 24 فقره. يبقى الفقرات المفصله اللي هي العنقيه، الظهريه، الصدريه، يعني اللي هي واحده، وعندك القطنيه 7 و12 و5 ب24 فقره متمفصله. طيب عدد الفقرات الملتحمه، والله قال لك ان هم 9 فقرات. ازاي؟ عندك العجوزيه 5 والعصوصيه 4، يعني 9 فقرات ملتحمه. تمام. 9 فقرات ملتحمه. قال لك لا يوجد قرص غضروفي بين الفقرة العنقية الأولى والفقرة العنقية الثانية. ممكن يجي يقول لك أي الفقرات التي لا يوجد بينهما قرص غضروفي، فقرات متمفصلة، هتقول لي الفقرة العنقية الأولى والفقرة العنقية الثانية. قال لك إن برضو الفقرة العنقية الأولى ليس لها نتوء شوكي خلفي. نتوء شوكي اللي هو احنا اتكلمنا عنه، يعني لو جسم الفقرة اهو، وقلنا هنا مثلا في نتوء مستعرض، هنا مفصلي امامه وهنا مفصلي، فهنا في نتوء ايه؟ شوكي. ده مش موجود. ده في العنقية الايه؟ الاولى رقم 1. ماشي. طيب بعد كده بيقول لك الفقرات الصدرية اكثر ثباتا من الفقرات العنقية والقطنية. ليه بقى؟ لوجود الضلوع التي تتوصل معها. يبقى انت عندك الفقرات الصدرية اللي هي برضو اسمها الظهرية، لك انها اكثر ثباتا. ليه؟ لوجود الضلوع التي تتمفصل معها. طب عدد المفاصل الغضروفيه بين الفقرات العمود الفقري كله. السؤال ده حلو قوي، مهم قوي، وسكه حلوه بيجي كتير، او بيجي لو عايز رقم 23 مفصل غضروفي. يبقى انت عندك عدد الاقراص او عدد المفاصل الغضروفيه بين العمود الفقري كله، او بين فقرات العمود الفقري كله
حوالي كام فقرة؟ 23 مفصل، قصدي مفصل غضروفي. يبقى انت عندك كام مفصل غضروفي في العمود الفقري كله؟ 23 مفصل غضروفي. ماشي. طيب بالنسبة للعجز والعصعص كنت لسه هقول لك ان هو اصلا مفيش الكلام ده، مفيش غضاريف في المفصل في الفقرات اللي هي بين العجز والعصوصين، مفيش ايه بينهم مفاصل غضروفية. تمام، في مفاصل بس مش غضروفية. تشنج، يا ريت تكون مركز يا ولي يا ولي. بعد كده أسئلة. الأسئلة دي هي إلى حد ما بسيطة، أيوة أنا عارف، بس في الآخر هتتنفخ يعني هتتنفخ كده كده. في أسئلة في الآخر هي عبارة عن أسئلة امتحانات سابقة، وأسئلة فعلا محترمة جدا، و 24 23 أسئلة قريبة، وأسئلة إيه زي ما بقول لك سنة سابقة أصغر بس. تمام، هركز في الآخر. هل هنكتفي بده؟ لا، قلنا قبل كده مرة إن إحنا هنحل كده 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 المرشد والذهبي، ولو عرفنا نحل حاجة تانية نحلها، بس دول أساسيين يعني. والله أنا كان على أنا هعمل اللي عليا، يعني يبقى أنت اللي عليك. ماشي. طيب، تختلف الفقرات القطنية فيما بينهما أو فيما بينها من حيث إيه؟ الوظيفة، عدد نقاط الحجم، الشكل. والله الفقرات القطنية، إحنا قلنا الفقرات القطنية أكبر حجما، يبقى إحنا قلنا الفقرات القطنية أكبر حجما، يبقى لو في حاجة هيختلفوا فيها، لا سيبك من دي، هقول لك على حاجة تانية. إحنا بص زي بص في منحنى كده، لا اعمل لا ركز معايا. كل ما طلعنا من فقرة واحد ماشي لحد فقرة 24، احنا بنكبر في الفقرات 2 3 4 لحد 24، دي أكبر فقرة في العمود الفقري. بعد كده 25 بننزل، يعني بنقل في الحجم. تمام، بنقل في الإيه؟ في الحجم. ده عدد الفقرات أهو، الفقرات وده الحجم. ماشي، بنقل في الإيه؟ في الحجم. فلو في اختلاف في الليلة دي، الاختلاف هيكون في الحجم. يعني الفقرة 23 كانت هنا، فاهمني؟ دي الفكرة. فأما يقول لك تختلف الفقرات القطنية فيما بينها من حيث الوظيفة، لا طبعا عدد نقاط واحدة، الشكل برضه يعتبر واحد شبه واحد، يبقى الحجم رقم ج. ماشي. بعد يقول لك أنواع الفقرات رقم 23، أو الفقرات أنواع الفقرة 23 في العمود الفقري تتميز بأنها، بص يا سيدي، الفقرة رقم 23 دي هو بيقول لك إيه؟ كبيرة متوسطة عريضة، يبقى هو عايز يعني إيه؟ الأول خلينا نعرف إيه ده رقم 23 دي تصنف من مجموعة إيه؟ مش إحنا قلنا إن عندك 7 12 5 5 4 ماشي، 7 و12 18 آخر قلة النوم 19 ماشي. 7 و12 19. طيب هو بيقول لك رقم كام؟ رقم 23 ده لسه. طب 19 و5 24، يعني هي بين ال 19 وال 24، يعني هي في المنطقة دي اللي هي الثالثة، والثالثة الأولى عنقية، الثانية ظهرية، الثالثة إيه؟ قطنية. ماشي، قطنية. القطنية دي كانت تصنف إيه؟ هل تصنف متوسط الحجم؟ لأ. تصنف عادي مفتوحة؟ لأ، دي الحجزية، ودي قلناها العنقية، وصغيرة الحجم دي العصوصية. يبقى ولا دي ولا دي ولا دي، كبيرة الحجم اللي هي الإيه؟ القطنية. طيب اكتب مصطلح الجزء. الجزء الأمامي السميك من الفقرة، قلنا إن ده جسم الفقرة، قلنا قبل كده فوق جسم الفقرة. بعد كده بيقول لك فقرات لها أكبر عدد في العمود الفقري أو الفقري. طبعا أنا أروح كاتب لك القطنية، أنا بقول لك أكبر عدد واحد، عدد مش أكبر حجما خالص. أكبر حجما يبقى القطنية، لكن أكبر عدد هي الفقرات الظهرية. إحنا قلنا 7 12 5 5 4، أكبر عدد فيهم ال 12، يبقى فقرات الإيه؟ الظهرية. قلت عدد 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 عدد، ماشي، يبقى الظهرية. صح يا والي، يا ولا صح.
ماشي. بعد كده بيقول لك اكبر الفقرات اهو حجما تحت حجما اهي قطنيه يا سيدي. انا عارف ان عايز تكتبها اصلا قطنيه. ايه القطنيه؟ هو الفقرات الايه القطنيه. بعد كده ماشي. في حاجه هنا تاني. اوكي تمام. سيلكت شينج. انا زعلان على اللي اتمسح ده. خش على اذكر اهميه. انا مكبرها ليه كده؟ ماشي. اذكر اهميه العمود الفقري. والله يا سيدي انا هقولهم لك واحده واحده كده. اي حد سواء يعني عليم او عالم بعلم الاحياء او البيولوجي بشكل عام سالته وظيفه العمود الفقري يقول لك بيوصل الجسم كده، بيخليني واقف كده. فاول حاجه قال لك يعمل كدعامه رئيسيه للجسم. يعمل كدعامه رئيسيه للايه؟ للجسم. نكتبها. ايه ده ليه كده؟ طب انا عايز اجرب حاجه. انا اسف استنى. والله اختراع يعني. ماشي. يبقى اول حاجه احنا قلنا ايه؟ يعمل كدعامه رئيسيه للجسم. ماشي. 2 دي الناس مش عارفها قوي. هو يمر من خلاله الحبل الشوكي. يبقى يعمل على حماية الحبل الشوكي. تمام. يمر من خلاله يبقى يعمل على حمايته. يبقى يعمل على حماية الحبل الايه؟ الشوكي. يعمل يعني ظللت من الإضاءة. يعمل على حماية الحبل الشوكي. بعد كده قال لك يساعد على حركة النصف العلوي من الجسم ويساعد على حركة الرأس. يبقى يساعد على حركة الرأس الأول. يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. كنا عايزين نعمل هايلايت براش لون مثلا. خلينا نختار الأصفريقة. حلو ده. يبقى 2 يعمل كدعامة. يعمل على حماية الحبل الشوكي. يساعد في حركة الايه؟ الرأس والنصف العلوي من الجسم. يبقى يعمل كدعامة رئيسية من الجسم. يعمل على حماية الحبل الشوكي. 3 يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. بسيطة أقولها تاني. يعمل كدعامة رئيسية للجسم. يعمل على حماية الحبل الشوكي. يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. حلو. تمام. سيلكت تشينج. شوف بس الكاميرا انت تمام شغالة. هتطلع فاصل. اصل حصلت امبارح سجلت والله العظيم ساعة. كان ظهري اصلا عندي الفقرة غالبا في الفقرات القطنية يعني فيها زي ضغط كده الغضروف فبتتعبني يعني. في الاخر الاقيها مش شغالة. حاجة في منتهى الاسى. يعني ايه ده؟ ايش هذا؟ ايه ده؟ بص يا سيدي. بعد كده نتكلم عن الجمجمة. احنا قلنا ان الهيكل المحوري يتكون من عمود فقري قفص صدري جمجمة. خلينا برضه نتكلم عن الجمجمة الايه؟ الاول باستفاضة. بص يا سيدي. والله قال لك ان الجمجمة هي علبة عظمية تتكون من حاجتين. جزء خلفي اللي هو مخي وجزء امامي اللي هو جبهي. يبقى انت عندك جزء خلفي وجزء امامي. الجزء الامامي بيسمى الجبهي والجزء الخلفي بيسمى المخي. طب تعالى نشوف الجزء الايه الخلفي. بيقول لك يتكون من كم عظمه؟ 8 عظام. 8 كم عظام. والجزء الامامي يتكون من 14 عظمه. انت في اهو 14 عظمه.
يبقى الخلفي 8 عظام، الأمامي 14 عظمة. 8 و14 4، لا مش 24، أنا بقيت مش قادر أحسب. 22. يبقى عدد عظام الجمجمة بس بدون ملحقاتها 22. سوري يا حبيبي، الكاميرا بس فصلت يعني. المهم احنا كنا بنتكلم عن الجمجمة. والله يا سيدي قلنا إن كلها 29 عظمة بملحقاتها بالعظم اللامي وهكذا 29 عظمة. أما الجزء اللي هو الأمامي اللي هو الجبهي 8 عظمات بس. والجزء اللي هو الجزء الأمامي اللي هو لأ الوجهي، تمام، الجزء الأمامي اللي هو ماشي الجبهي بس هو مسمينه وجهي، بس برضه ممكن نقول عليه جبهي، ده 14 عظمة. الأمامي الجبهي الوجهي 14 عظمة. أما الخلفي اللي هو المخي ده قال لك إن هو متكون من 8 عظام. طب التوتال كام يا عم الحاج؟ قال لك 14 زائد 8 22. طب ازاي 29؟ ما قلنا ان في ملحقات وحاجات تانية، يبقى التوتال كله 29. جبهي الامامي 8، لا جبهي الامامي 14 اللي هو في موضع الحس، والمخي 8 عظام. بص يا سيدي، قال لك ان الجزء المخي يتكون من 8 عظام. حلو، 8 عظام تتصل ببعضها عند اطرافها مسننه اتصالا متينا. يبقى عند اطرافها المسننه يوجد اتصال متين. لو خدت بالك هنا، بص انت الخطوط دي، ده اللي انا بتكلم فيه، اطرافها المسننه. ولو خدت بالك ده في الاخر او بعد شويه نخش عليه، قال لك ده اسمه مفصل او مفصل ليفي، يتحول الى نسيج عظمي بعد تقدم العمر، بس هنتكلم عنه بعدين. تمام. ده بالنسبه لجزء المخ اللي هو الجبهي اللي هو يا رب الخلفي. انا اسف الحمار اللي حاطط وانا اللي عامل كل الكلام ده، بس الفكره ان في حد بيساعدني انه ينظم بقى الكلام شويه، يعني يحط الحاجات اللذيذه دي. هو انه كان حاط الامام الاول بس خير. يتكون من 14 عظمه. طيب ده بالنسبه للامام. يبقى كده كل التوتال قلنا كام؟ 29 بالملحقات. سيلكت شنج. الله الله ماشي. بص يا سيدي، احنا قلنا التكوين والتركيب، قلنا يتكون من 8 عظام بالنسبه للجزء المخي والخلفي، يتكون من 8 عظام قلناها حصل، تتصل ببعضها ووريتك ايوه حصل. طيب يوجد بقى في قاع الجزء المخي من الجمجمه كده ماشي، يتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي. تاني، يبقى يوجد في قاع الجزء المخي ثقب اسمه ثقب كبير. هو ما قالش على فكره، ماشي. يبقى يوجد في قاع الجزء المخي من الجمجمه حاجه اسمها ثقب كبير. تمام. بيوجد في قاع الجزء المخي اللي هو الخلفي ثقب يسمى الثقب الكبير. يا ظهر يما. ده يتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي، يتصل من خلال المخ بالحبل الشوكي. طيب وظيفة الجزء المخي والله يستقر في المخ، في المخ. طيب بعد كده الجزء الامامي والوجهي قال لك يشمل عظام الوجه والفكين ومواضع اعضاء الحس اللي هو الاذن العين والانف، وقال لك ان ده بيتكون من 14 عظمه واتكلمنا عن الجزئيه دي. طب وظيفته هنا قال لك يستقر في المخ، اما هنا قال لك حمايه اعضاء الحس او الحس. ماشي. دي كده صورة قال لك إن ده الجزء الجبهي اللي هو الأمامي يعني، وده الجزء المخ اللي هو الخلفي. ده 14 عظمة، ده 8 عظام. هنا في ثقب يمر من خلاله الحبل الشوكي اسمه الثقب الكبير. هنا عندك أعضاء الحس، وهنا أو مواضع الحس، وهنا الفك أو السفلي، وده الفك العلوي، ودي الأسنان. ده الثقب الكبير اللي كنت بكلمك عنه.
الثقب الكبير يمر من خلال الحبل الشوكي لكي يتصل بالايه؟ بالمخ. اوكي. هات يا سيدي شنج، يطلع، يهدى. بعد كده يا سيدي عندك القفص الصدري. بص يا سيدي الحته دي فيها كام تركيه لازم ناخد بالنا منها. تعريف القفص الصدري بشكل عام قال لك هو علبه مخروطيه الشكل تقريبا. يبقى هو علبه علبه ايه؟ علبه مخروطيه الشكل تقريبا تتكون من حاجتين. والله قال لك ان تتكون من 12 فقره ظهريه يخرج منها 12 زوج من الضلوع. يعني كم ضلع؟ 24. 12 فقره ظهريه يخرج منها 12 زوج من الضلوع. عيد تاني. قال لك هو ايه؟ هو علبه مخروطيه الشكل تقريبا تتكون من 12 فقره ظهريه مهمه من الخلف. ماشي، من الخلف يخرج منها 12 زوج من الضلوع. اتنين، قال لك انها تتكون من عظمه تسمى عظمه القص. طيب منين؟ برضو من الامام. يبقى 12 فقره ظهريه من الخلف وعظم القص من الامام. طيب تعريف عظمه القص او هي عظمه القص عشان تبقى في الصوره دي. عظمه القص اللي بيتصل بها الضلوع ما عدا زوجين من الضلوع اللي هم الضلوع العائمه. اقولها لك كمان شويه. آه بص يا بص يا اسطى. حاول قد ما تقدر تكون فريش ونشيط. لو انت مصليتش اخر صلاه قوم صليها بحيث انك تكون كده يعني تمام. بلاش بس ماشي. بتعريف عظمه القص اولا قال لك هي عظمه مفلطحه ومدببه. منين؟ من الاسفل. وجزءها السفلي اللي هو اللي علمت لك عليه ده وغضروفي. اهي الحته ده هي كده اهو. ده هي غضروفيه اهي. لا دي كده غضروفيه. تمام. تاني بقى تعريف عظمة القوس هي عظمة مفلطحة مدببة. جزءها مدببة من الأسفل جزءها السفلي غضروفي. يبقى عظمة مفلطحة مدببة من الأسفل جزءها السفلي غضروفي. تاني عظمة القوس هي عظمة مفلطحة مدببة من الأسفل جزءها السفلي غضروفي. طيب ايه القفص الصدري يا سيدي؟ قلنا قبل كده ان هو علبة مخروطية الشكل تقريبا تتكون من 12 فقرة ظهرية يخرج منها 12 زوج من الضلوع. ده الكلام ده منين؟ من الخلف. طيب بعد كده من الأمام عندك عظمة القص. حاجة تانية؟ لا. طيب يتصل بعظمة القص كام زوج من الضلوع؟ احنا قلنا احنا عندنا كام زوج؟ 12 زوج. فانت هتقول لي منطقة 12 زوج؟ لا 10 أزواج بس. طب 10 أزواج من الضلوع. طب ازاي؟ اقول لك في ضلعين قصدي زوجين من ضلوع اهم. دول قال لك ما بيتصلوش. لا مش دول على فكرة. مش دول، لا. ممكن يكون تحت دول. تمام. والله قال لك يا سيدي ان الزوجين دول ما بيتصلوش بعظم القص حتى ليهم اسم كده. قال لك الضلوع العائمة. تمام. يبقى دول يسموا الضلوع الايه؟ العائمة. اما الزوجان الاخران لا يتصلان بها وتسمان هذه الضلوع بالضلوع العائمة. يبقى انت عندك كام زوج من الضلوع؟ 12. كام زوج يتصل بعظم القص؟ 10. كام زوج لا يتصل بعظم القص؟ 2. ماشي. الضلوع العائمة. عيدها تاني؟ لا. يذكر أهمية القفص الصدري. أي حد في الدنيا تقول القفص الصدري أهميته إيه؟ يقول لك بيحمي الرئتين. طيب يبقى حماية القلب والرئتين. مش عايز أكتر من كده والله العظيم. حماية القلب والرئتين. بص يا اسطى، الرئتين أنا بحاول على قد ما أقدر اللي هي الحاجات اللي هي الأساسية والثابتة إنك تكون حافظها وأنت خارج. يعني وأنت خارج من الحصة أنا خلاص في حاجات أساسية أو بديهية أنت خلاص فهمتها وحفظتها. وفي حاجات أنت هتحتاج مجهود سنة إنك تحفظها تاني. فاهمني؟ بس ده اللي بحاول أقدر أعمله يعني. عندنا حاجة تاني كده القفص الصدري زي الفل. ماشي كمل. تشينج. بعد كده الهيكل الطرفي. احنا خلصنا الهيكل المحوري صح؟
صح. خش بقى الهيكل الطرفي. بص يا سيدي، والله قال لك الهيكل الطرفي متكون من حزام صدري وطرفين علويين. ده بالنسبة للطرف العلوي. تمام، يبقى الهيكل الطرفي نكتب هنا الايه؟ العلوي. اهي هيكل الطرفي العلوي. والله قال لك يتكون من حزام صدري وطرفين علويين، ده الهيكل الطرفي. لا هو مش قصده كده. الحزام الصدري له كتف، ما ده طرف علوي فعلا، بس ماشي. خلي الهيكل الطرفي، احنا كده بنتكلم بشكل توتال ان احنا بنتكلم عن الهيكل الطرفي. قال لك ان الهيكل الطرفي يتكون من حزام صدري او حوضي وطرفين علويان او سفليان. خلينا الطرف العلوي، قال لك انه يتكون من ايه؟ حزام صدري وطرفان بالظبط. احنا تمام، يبقى ده الطرف العلوي حزام صدري وعندك طرفين علويين. طيب اولا الحزام الصدري، والله قال لك حزام صدري يعني له كتف وترقوه. ماشي، حزام صدري له كتف وترقوه. له الكتف تعريفه هو عظمه ظهريه مثلثه الشكل، مثلثه وكتف. وفي حاجه حلوه دلوقتي اللي هي بيعملها ان هو بيجيب لك مصطلح ما بيقولكش عرف، فانت في كلمات مفتاحيه كده عرفتها خلاص. يبقى مثلثه الشكل له كتف ظهريه طرفها الداخلي عريض اهو، عريض داخلي، مش هو ده اللي جوه، ده اللي جوه اهو عريض، والخارجي هتلاقي ايه؟ مدبب به نتوء. يبقى هو عظمه ظهريه مثلثه الشكل وعظمه ظهريه مثلثه الشكل، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب به نتوء تتصل به ايه؟ الترقوه. به نتوء تتصل به الترقوه. تاني، يبقى لوح الكتف هو عظمه مثلثه الشكل او عظمه ظهريه مثلثه الشكل، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب به نتوء تتصل به عظمه الترقوه. جميل. طيب تعالى بقى على الترقوه. هي الترقوه والله لك ان الترقوه هي عظمه باطنيه رفيعه. عظمه باطنيه، خلي بالك ما بين الترقوه والضلع، لان الضلع برضو هي ممكن يكون، هنشوف دلوقتي مع بعض ان فيها كلمه رفيعه او فيها كده، فانت ركز بين او حاول تفرق بين الترقوه وال يعني هو انت افهم الكلمه المفتاحيه، بس مش اول ما تشوف الكلمه المفتاحيه، ده امتحان، ده حياتك. ده ثانويه عامه، فاهمني؟ طب كبير، فانت حاول قد ما تقدر تعرف كلمات مفتاحيه، بس في نفس الوقت ركز في كل كلمه بتقراها. على فكره ياما الناس ضيعوا درجات كتير جدا من حته ان هو ما بيقراش السؤال كامل، والاساتذه كانت في النقطه دي كتير، مش انا اللي هاجي احلها لكم يعني. طيب يبقى الترقوه هي عظمه باطنيه رفيعه تتصل من الامام بالقفص الصدري ومن الجانب بلوح الكتف. يبقى ما اجي اقول لك تتصل العظمه الترقوه من الامام بالقفص الصدري، طيب ومن الجانب بلوح الكتف. يبقى الترقوه من الامام بالقفص الصدري، طب من الجانب بلوح الكتف. تاني الترقوه اللي هي دي تتصل من الامام بالقفص الصدري، طيب من الجانب بلوح الايه؟ بلوح الكتف. فل. يحتوي لوح الكتف على تجويف يسمى ويستقر فيه. بص يا سيدي، في تجويف مهم جدا في بيتكون يعني او بيكون مفصل الكتف، يسمى التجويف الأروح. تمام، تجويف الأروح يستقر فيه رأس عظمة العضد. تاني، يبقى يحتوي لوح الكتف على تجويف يسمى تجويف الأروح. ايه تاني؟ قال لك يستقر في رأس عظمة العضد. تجويف أروح يستقر في رأس عظمة العضد. طيب مكونا مفصل كتفي. بسرعة تاني. حزام صدري يعني لوح كتف وترقوه. لوح كتف هو عظمة ظهرية مثلثة الشكل، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب بالنزول تتصل به عظمة الترقوة. طب الترقوة هي عظمة باطنية رفيعة تتصل من الأمام بالقفص الصدري ومن الجانب بلوح الكتف. تاني، لوح الكتف هو عظمة ظهرية مثلثة الشكل، طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب بالنزول تتصل به الترقوة. الترقوة هي عظمة باطنية رفيعة تتصل من الأمام بالقفص الصدري ومن الجانب بلوح الكتف. بص يا سيدي، فين القلم؟ في حاجه، انا الشاشه دي غالبا 86 بوصه، فانا وانا هنا ما ببقاش شايف اللي هناك، فلازم ارجع كده عشان اشوف الدنيا بتقول ايه. انت عندك شايف يا عم، انت بعيد تمام. بس مهم،
فده اللي بيخليني احيانا مش شايف يعني. الطرف العلوي، احنا قلنا ان الطرف العلوي يعني تعالى نقسمها كده بشكل لذيذ. والله عندك بلاش رأس، لا، عندك عظمة العضد. ايه ده؟ ماشي، العضد، وعندك الساعد. الساعد، طيب تمام، العضد تمام. الساعد بقى بينقسم لعندك زند وقعبرة. الزند عايز اقول لك معلومة ثابت، ونرجع لها تاني. ماشي، بس اهو ده الزند، ده القعبرة. القعبرة الخارج عند الصباع اللي هو الإبهام. الزند هنا، وعندك دي رأس اللي هي العضد. فوق بقى عندك هنا إيه؟ تجويف الأروحة أهو، ودي رأس عظمة العضد أهي، ودي رحم الكتف أهو، ودي الترقوة أهي. حلو ولا مو حلو؟ حلو حلو. سيلكت شينج، يلا بينا. عدد عظام الحزام الصدري. بص يا سيدي، عدد عظام الحزام الصدري 4 عظام. أدي 4. عدد عظام الساعد زند قعبرة 2. عدد عظام رزق اليد 8. عدد السلميات 15. 3 3 3 3 3 لا يا جحش، لا مش بلاش، لا يا بقف، مش 15، مش 15، عندك هنا 2 بس. زمان كان يقول لك ايه؟ ادي 1 2 3 2 دي 3، دي عقلة. ايه الالحاق يعني؟ دي عقلة، دي مش عقلة، هي بس يعني تبان عقلة لكنها مش عقلة. اذا انت عندك 14، يبقى انت ما عندكش 15 سلمية، انت عندك 14. ليه يا سيدي؟ لان عندك اصبع الابهام في الاخر في 2 بس، تمام؟ يبقى 3 ب5 ب15، شيل عقلة 14، يبقى تكون من كام سلمية عند نظام الايد؟ 14. في معلومة بتقول لك ان القعبرة اصغر حجما من الزند، وان الزند ثابت. اذا القعبرة تتحرك حول الزند الثابت حركة نصف دائرية. اللي بيتحرك الزند ولا القعبرة؟ القعبرة. الثابت الزند ولا القعبرة؟ الزند. يبقى اللي بيتحرك حركة نصف دائرية هو القعبرة حول ايه؟ الزند الثابت. تاني، القعبرة يتحرك حركة، انا اسف هشرب عشطان والله، لا مؤاخذة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، عظام اليد تتكون من كم عظمة؟ تيجي نحسبهم؟ تعال بص يا سيدي، اهم قدامنا هم. اليد، هو قالك اليد، ما قالكش الذراع. اليد دي والله انت عندك اول حاجه الرزق في كام؟ احنا قلنا الرزق في 8. حلو، 8. وعندك 5 امشاط، 1 2 3 4 5. 5 امشاط. حلو حلو. وعندك 14 سلميه زي ما قلنا، يبقى التوتال كام؟ والله 8 و5 13، 13 14 27، يبقى 27. يبقى عدد عظام اليد تتكون من 27 عظمة. نرجع نقول تاني الحتة اللي احنا غلطنا فيها، إن عدد عظام العمود الفقري 26 من 27. أنا آسف غلطتي، جل من لا يسهو. 26 عظمة، 26 عظمة، تمام؟ هو 33 فقط. الرزق يتكون من 8 عظام زي ما قلنا في صفين يتصل طرف. حلوه الجزئيه دي جدا جدا، وجت قبل كده، جت في 24 وجت في 22، جت كتير جدا، ركز فيها وسؤال مهم قوي. تاني اهو، الرزق يكون او يتكون 8 عظام ماشي في صفين. قال لك يتصل طرفها العلوي بالطرف السفلي للقعبره. الطرف السفلي للقعبره. يبقى الرزق 8 عظام في صفين يتصل طرفها العلوي بالطرف السفلي للقعبره. طرفها العلوي بالطرف السفلي للقعبره. لو جيت بصيت هتلاقيها اهي، رزق اليد، رزق اليد بالطرف العلوي. بص القعبره، القعبره اهي، وليكن القعبره اهي. طيب الطرف العلوي القعبره فين؟ اهو. والطرف العلوي، الطرف السفلي القعبره فين؟ اهو. طيب
الطرف العلوي ورزق اليد اهو، والطرف السفلي اهو مثلا، فاهمني؟ فالطرف العلوي ورزق اليد يتصل بالطرف السفلي. احنا قلنا القبورة العلوي هنا، يبقى السفلي هنا، يبقى اتصل بالطرف السفلي للقبورة. تاني احفظ بصمج يا عم، ما فهمتهاش بصمجة. تاني يبقى يتكون 8 عظام في صفين تصل الفرع العلوي بالطرف السفلي للقبورة، والطرف السفلي براحة اليد. أقول الرزق يتكون من 8 عظام في صفين يتصل الفرع العلوي بالطرف، ما انت هتحفظها، بالطرف السفلي للقبورة أيتها الجماهير العريضة، والطرف السفلي براحة اليد، عظام بعظام راحة اليد. ايه ده؟ انا هكتبها براحة اليد بقى خلاص، براحة اليد. حلو يا عم، حلو. يبقى القبورة من زند، وقلنا زند ثابت، قبورة تتحرك حركة حول زند نصف دائري. change. الحزام الحوضي، احنا طولنا على فكرة بس يلا مش خسارة فيك. تعالى كده يا عم. والله العظام ايه؟ الحزام الحوضي يتكون عظام الحوض من نصفين، هنا نصفين مش نفقين، نصفين عادي، نصفين متماثلين يتصلان من الناحية الباطنية في منطقة تسمى الارتفاق العام. مهم يا ولد، مهم يا ولد والله. ماشي، يبقى تكون عظام الحوض من نصفين متماثلين يتصلان من الناحية الباطنية في منطقة تسمى الارتفاق الايه؟ العام. تمام؟ الحتة دي مهمة قوي على فكرة. بعد كده في الهرمونات هيقول لك ان في حاجة اسمها، او هرمون اسمه الريلاكسين. الريلاكسين غالبا بيفرز من الغدة النخامية. هيقول لك ان هو بيفرز اثناء عملية الولادة. ليه؟ علل يفرز اثناء عملية الولادة ليه؟ حتى يسهل من عملية الولادة. قال لك فيعمل على الارتفاق العام، يسهل من عملية في حد بيرين. محمود نور، مش مهم. ماشي، يبقى ريلاكسين بيتفرز بعد كده. ده مش دلوقتي، ده في الهرمونات يعني، الكلام ده في الهرمونات بس بحاول اربط لك يعني. الريلاكسين بيتفرز عند الولادة. قال لك حتى يساهم من عملية الولادة ويعمل على الارتفاق العام. يبقى الحتة دي مهمة. أولا أنت عندك أول حاجة في الحزام الحوضي نتكلم عن الارتفاق العاني الأول، لأن دي حتة مهمة وبحبها. وبعد كده بيكلمك عن عظمة الحرقوفة الظهرية. والله الحرقوفة الظهرية دي يا عم الحاج قال لك تتصل من الناحية الأمامية البطنية بحاجة اسمها العانة، وتتصل من الناحية الخلفية البطنية بعظمة الورك. تاني اهو، عظمة الحرقوفة الظهرية تتصل على فكرة في حاجة مهمة، أول ما تسمع الشرح أو الدرس حاول أنت تقراه بنفسك، تحفظه أنت، مش هياخد منك 13 دقيقة مثلا. مش تسيبه خلاص يعني. أنا كنت بحب أحضر قبل الحصة بحيث إن الكلام يبقى أنا تاني مرة أسمعه. وفي حاجة قال لك لما بيقرأ حاجة أو لما بيشوف حاجة بيجي له إحساس اللي هو إيه، مشكلة في حاجة، في مشكلة يعني. مثلا أنا مش عارف التليفون ده بيتصنع إزاي، فأول ما أشوفه بيتصنع إزاي دماغي بترتاح، فاهمني؟ نفس الموضوع، انت لما تقرا كلمه غريبه او كلمه مختلفه عليك او حاجه مش مفهومه، انت مش فاهم يعني، مش فاهم، فعقلك بيبقى عايز يفهم ايه المشكله فين، فاهمني؟ فاول لما بتشرح بيشربها تتخزن. عشان كده كنت بحب احضر، بس ده كان بياخد وقت فاحيانا ما كنتش بعرف. فعلى الاقل لو مش هتحضر يبقى انك تذاكر بعدها على طول مباشره في خلال مثلا ربع ساعه او حاجه، انك تحفظ الكلام ده وتفهمه مع نفسك كده، فاهم؟ ده مهم جدا، مهم جدا. تمام، يبقى تتصل من العظمة الحرقوفية الظهرية، تتصل من الناحية الأمامية بعظام العانة، ومن الناحية الخلفية بعظام الورك. حلو حلو. بعد كده عندك التجويف الحقن. الرسمة دي تمام بس هي مش واضحة فمش عارف أعمل عليها إيه. هو ده ماشي، ده الحرقوفة أهي، وعندك ده العجز، وسع كده،
العجزية، وده العصوصية، وده الورك، وده الارتفاق العالي. فاهمني كده يعني. المهم يستقر. قال لك التجويف الحقي يوجد عند موضوع أو موضع اتصال الحرقفة والورك والعانة. يبقى فين التجويف الحقي؟ والله قال لك يوجد عند موضع اتصال الحرقفة والورك والعانة. الحرقفة هو غالبا هنا كده. ماشي. يبقى موضع اتصال الحرقفة والورك والايه والعانة. طب وظيفته ايه ابن الذين ده؟ والله قال لك وظيفته الساعة كام؟ ماشي. وظيفته قال لك يستقر في رأس عظمة الفخذ. رأس عظمة الفخذ، احنا كان عندنا أروح. تجويف الأروح ده يستقر في رأس عظمة العضد يكون مفصل الكتفي. هنا عندنا تجويف حقي يستقر في رأس عظمة الفخذ. طيب رأس عظمة الفخذ يكون مفصل ايه؟ مفصل الفخذ. تمام. select change. بين. بعد كده بيقول لك الطرف السفلي. والله يا سيدي الطرف السفلي يتكون من 3 حاجات. أول حاجة عندك الفخذ، 2 الساق، 3 القدم. واحدة ورانا ايه؟ واحدة هنجري دي. الفخذ قال لك يوجد بأسفله نتوءان كبيران يتصلان بالساق لتكوين مفصل الركبة. يبقى يوجد بأسفل الفخذ نتوءان كبيران يتصلان بالساق لتكوين مفصل الركبة. طيب أمام الركبة في مفصل، أمام مفصل الركبة يوجد عظمة اسمها عظمة الركبة. دي بتعمل لحماية مفصل الايه؟ الركبة. أهي. عارف الكرة اللي بتلعب دي؟ هي دي اسمها الركبة. طيب والفخذ دي معلومة هو أطول عظام الجسم. يبقى أطول عظام الجسم هي عظمة الفخذ. تاني في عظمة اسمها الرطفة بالضاد. الرطفة دي بتكون أمام مفصل الركبة تعمل على حمايته. بعد كده بقول لك الساق. والله مش عايزينك تعرف في الساق، ونتكلم دلوقتي في الرسمة أو على الرسمة. إن القصبة للداخل أهي. فين القصبة؟ أهي جوه اهي. دي بره يعني. الراجل واقف كده دي رجله هنا اهي. هنا عندك القصبة من جوه للداخل والشظية للخارج. بس ده لازم تعرفه. ماشي. القصبة للداخل والشظية للخارج. القصبة للداخل والشظية للخارج. قصبة داخل شظية خارج. القدم. والله عدد عظام راس القدم قال لك ان هو يتكون من 7 عظام. حط في دماغك اما بتتكلم عن رزق اليد ورزق القدم للوهله الاولى يجي بالك رزق القدم اكبر ففي عظام اكتر. لكن اعكسها بقى، هي مش كده، العكس. القدم في عدد اقل لان احنا هتتلخبط بين ال7 وال8. افتكر اهو بقول لك اهو. افتكر ان اليد اكبر او اكتر من اسمه ايه ده؟ القدم. ماشي. مشط القدم يتكون من 5 عظام. طب أصابع القدم؟ يا سؤال والله. طب سلمات القدم 15. احنا وقعنا مرة. 14 أصبع. تمام. سلكت شينج. يلا بينا. تركات على ما سبق. حبيبي يا عم. قلبي. بص يا سيدي بيقول لك ان الفقرات تتصل بالحزام العضلي العجزي. فقرات تتصل. ايه الهبل ده؟ خاص مع رأي الرئيس خالد صقر. خاص بلد ايام. ايه يا عم في ايه؟ بص الفقرات العجزية يعني دي الفقرات العجزية تتصل بالحزام الحوضي. دي معلومة ماشي. يبقى لا يعني الخصم بصراحة محترم بصراحة. بص يا سيدي هو قصده ده سؤال يعني فاهم.
ماشي، يبقى فقرات تتصل بالحزام الحوضي الفقرات العجزيه. تمام، يبقى فقرات تتصل بالحزام الحوضي الفقرات العجزيه. طيب تاني اهو، فقرات تتصل بقى، مهمه، فقرات تتصل بالحزام الحوضي الفقرات العجزيه. تاني، فقرات تتصل بالحزام الحوضي الفقرات العجزيه. ركز معايا. عدد عظام الحزام الحوضي 2. طب عدد عظام الحزام الصدري 4. الحوض 2، الصدر 4. عدد عظام الحوض كله 4. تجاويف الطرفين العلويين 2. الحقي، ما الحقي 1 هنا وهنا 2. تجاويف الطرفين السفليان 0. ماشي. طيب في فرق بقى، دي ملحوظة بين العانة والاتفاق العاني. والله العانة قال لك هي جزء من عظمة الحزام الحوضي. تمام، هي جزء من عظمة الحزام الحوضي، بسيطة. طيب الاتفاق العاني قال لك هو مكان التقاء عظمتي العانة وهو مفصل غضروفي. يبقى الفرق ان دي جزء من عظمة الحزام الحوضي وده مفصل غضروفي، بس باختصار يعني. مظبوط بقى. اولا الغضاريف. ماشي، بعد كده نخش على الغضاريف. احنا طولنا على فكره بس خير. الغضاريف المنفصله والبتاع. والله قال لك ان الغضاريف، قال لك على فكره موضوع الطول والقصر انا بحاول اوصل لك المعلومه وافيدك واخليك تحفظها وكده. فاللي هو ما انا ممكن اسرع على فكره، عادي ممكن اسرع، في نفس الوقت ممكن اطول اكتر واحسك ان انا شخص مش. فانا مش بديك، انا بعمل اللي هو صح، اللي هو انا شايف ان دي تاخد كده بديها كده، وانا ما ينفعش اعمل كده. انا شايف ان اتحاد مره هاتها مره، لو شايف ان ما اتحادش خالص زي الاتفاق العام اللي فوق. هي اصلا مش في المنهج، انا بس عايز اديك معلومه ان في فرق بين الاتفاق العاني والعام بس، فعديتها فاهمني. فمعلش انا ده وقتي، ما اعرفش الوقت هياخد كام بس ده وقتي. الغضاريف، اول حاجه الغضاريف يا سيدي. والله قال لك ان الغضاريف دي تعرفها هي نسيج ضام يتكون، يا ترى من ايه؟ فكر كده. من خلايا غضروفية. سبحان، غضروفية. تمام. يبقى الغضاريف هي نسيج ضام يتكون من خلايا غضروفية. هنقول بعد كده انها توجد عند طرف العظام وبين فقرات العمود الفقري وبين المفاصل. ماشي. وظيفة الفقرات يا ظهر يما حماية العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك. مهم جدا المستمر. بص واحدة ورانا ايه، واحدة هنجري لايه. بيتكلم هنا عن وظيفة الغضاريف. والله الغضاريف وظيفتها سهل وبسيط. قال لك حماية العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر. يبقى حماية العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر بس كده؟ لا، قال لك تشكل بعض أجزاء الجسم. مناخيرك الحلوة جميلة الكبيرة ودانك، الجزء السفلي الغضروفي اللي كان في عظمة القص اللي اتكلمنا اللي هو ده غضروفي. يبقى وظيفتها حماية العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر، وتشكل بعض أجزاء الجسم كالأنف والأذن. تحتوي الغضاريف ده سين سؤال. تحتوي الغضاريف على أوعية دموية. غلط. يبقى الغضاريف لا تحتوي على أوعية دموية، لأن لو في أوعية دموية الشعرات اللي في الغضاريف من نتيجة الاحتكاك هتتمزق ويحدث ألم وحوار كبير. طب ازاي بتحصل على الغذاء؟ هو احنا بنحصل على الغذاء ازاي؟ الامداد الدموي او الشعرات الدمويه او الاوعيه الدمويه بشكل عام. طيب ازاي هي بتحصل على الغذاء؟ واي حاجه لازم تحصل على الغذاء عشان تكمل عشان تعيش. فقال لك بخاصيه اسمها الانتشار. طب الخاصيه دي بتحصل ازاي ومش عارف ايه؟ مش هقوله لك. لو جالك سؤال في الامتحان بيقول لك خاصيه الانتشار بتحصل ازاي واشرح لي حاجه فيها، يا عم تعالى اضربني، انا قاعد في حته في الجيزه. تمام. لكن دي مش انت بس تعرف ان هي بخاصيه الانتشار. هي مهمه جدا اصلا ان الغضاريف بتحصل ازاي بخاصيه الانتشار. تمام. لان على فكره في ناس جميله جدا انا بموت فيها على فكره، اللي يقول لك مثلا قانون طاقه ايه كان ايه ام سي تربيع. طب ليه
السرعة سي. ليه سي؟ ليه مش دي؟ فاهم اللي هو كده. النوعية دي بكرهها جدا جدا جدا. ما اكدبش عليك واقول بحبك، بس انا فعلا بكرهك كده يعني. شخصية غبية جدا. وعلى فكرة الشخصيات دي مش يعني مش في ناس على فكرة، لا انا اسف، في ناس بتحب تفهم وعايزة تفهم كل حاجة، فده محترم، ده فعلا عايز يفهم ويحفظ ويذاكر وكده. اما في عيال غريبة، في عيال بتسأل اسئلة عجيبة مش عارف اقول ايه. انا مش عارف اقول ايه بصراحة. حصل خير، انا مش هتعصب يعني. اه يا ام انا. المهم، قال لك بعد كده المفاصل، احنا قلنا غضاريف، بعد كده المفاصل. يوجد في اللي اسمه ايه ده، الهيكل العظمي 3 انواع مفاصل. انت عندك 3 انواع من المفاصل. والله اول واحد فيهم كان موجود في الجمجمه، اللي كان بيتحول الى نسيج عظمي بعد تقدم العمر، هو المفصل اللي في المفاصل الليفيه. حلو حلو حلو. بعد كده عندك مفاصل غضروفيه، اخر حاجه الزلاليه نختم بيها. مش هنختم بيها الحصه لسه بدري، مش قوي يعني. يوجد في الهيكل العظمي 3 انواع من المفاصل. اولهم المفاصل الليفيه. أول 2 المفاصل الغضروفية. 3 المفاصل الزلالية. تمام. أول حاجة تعالى المفاصل اللي فيها زي ما قلت لك، اللي توجد في الجمجمة، اللي هي عاملة كده دي، أطرافها المسننة تتصل بها اتصالا متينا. دي المفاصل الغضروفية غالبا. أيوه. المفاصل اللي فيها توجد فين يا سيدي؟ توجد فين المفاصل اللي فيها؟ قول لي. توجد، ما احنا لسه قايلين، توجد بين عظام الجمجمة وتلتحم العظام. فلتلتحم في البداية بواسطة أنسجة ليفية تتحول إلى نسيج عظمي. يبقى في الأول تكون لم تكن نسيج ليفي يتحول إلى نسيج عظمي بعد تقدم العمر إلى هلاك قسما بالله. ماشي. طيب يبقى بعد كده المفاصل اللي فيها توجد فيه الجمجمة. طيب لا تسمح بالحركة. المفاصل اللي فيها مفيش حركة. تخيل دماغك بتلق، ما ينفعش يبقى فيه حركة أصلا. يبقى مفيش حركة. ماشي. تتحول إلى نسيج عظمي مع تقدم العمر قسما بالله. قلتها مرتين 3. ننجز بقى. المفاصل الغضروفية والله قال لك هي مفاصل تربط بين نهايات العظام المتجاورة، ومعظمها يسمح بحركة محدودة جدا. يبقى المفاصل الغضروفية تعريفها ايه؟ هي مفاصل تربط بين نهايات العظام المتجاورة، ومعظمها يسمح بحركة محدودة جدا. مش محدودة بس، لأن المفاصل العضلية فيها حركة محدودة، تمام، لكن دي محدودة جدا جدا. انت يا دوب توطي كده. يبقى هي مفاصل تربط بين نهايات العظام المتجاورة، معظمها يسمح بحركة. توجد فين؟ والله أول حاجة المشهورة يعني توجد، خلينا نقول الأول أطراف العظام. توجد عند أطراف العظام. وفين تاني توجد؟ بين فقرات العمود. ايه اللي عندي؟ العمود. يا نهار ابيض، العمود الفقري. ما خلاص بقى. 3 والله قال لك توجد بين المفاصل. بتوجد فين؟ عند أطراف العظام بين فقرات العمود الفقري، وتوجد بين المفاصل. بالنسبة للمفاصل الغضروفية، تعريفها هي مفاصل تربط بين نهايات العظام المتجاورة، معظمها يسمح بحركة محدودة جدا. آخر حاجة في المفاصل الزلالية. والله المفاصل الزلالية قال لك دي تشكل معظم مفاصل الجسم. يبقى المفاصل الزلالية أول معلومة عندك إنها تشكل معظم مفاصل الجسم. بس كده مرنة تتحمل الصدمات. ليه؟ لأن في حاجة اسمها سائل زلالي أو سائل مصل.
هقول لك عليه. تسمح بسهوله الحركه، يبقى في حركه في المفاصل الزلاليه دي، كل اللي بيحصل ده دي مفاصل زلاليه. يبقى تشكل معظم، مش كل، معظم مفاصل الجسم مرنه، تتحمل، تسمح بالحركه. التركيب قال لك تحتوي على ماده غضروفيه، لسه بقول لك عليها في السر وانا واقف هنا، غضروفيه شفافه ملساء. عرفت يعني ماده غضروفيه شفافه ملساء. ماشي. ليه بقى؟ لحمايه العظام من التاكل. ماشي. يبقى تحتوي على سائل زلالي او مصلي. السؤال ده بنجاوب عليه، يعني هو في الاخر سؤال بس اجابته اهو. يبقى السين، بص سين، تحتوي المفاصل الزلاليه على سائل زلالي او مصلي. ليه؟ هتقول لي حتى يسهل او يسهل يسهل او يسهل، ممكن يسهل احسن، بس حتى يسهل من عمليه انزلاق الغضاريف. فهمنا الاحتكاك والكلام ده كله. يا ابن اللذين، ايه الرخام. بعد كده المفاصل الجدرية عندك منها انواع. تمام. عندك انواع، عندك مفاصل محدوده ومفاصل واسعه الحركه. بص يا سيدي، لو جيت سالتك سؤال وقلت لك مفصل الكوع ده كده مفصل جدري، ما هو بيسمح بالحركه اهو. طيب مفصل جدري. لو سالتك مفصل الكوع ده حركه محدوده ولا حركه واسعه؟ طبعا انا متاكد ان اجابتك حركه واسعه اهو يا دكتور اهو. بتقول لي كده؟ لا يا سيدي، هقول لك. بص تعال نمسك انا بقول لك مفصل الكوع، يبقى فين مفصل الكوع؟ اهو ده مفصل الكوع. طيب انا هحركه فين؟ كده وكده. ده اتجاه رايح جاي، يعني اتجاه، فاهم؟ كده يعني هو اتجاه واحد كده، اللي هو كده شمالي جنوبي كده، فاهم؟ واحد. طب هل اقدر احركه كده 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 لتحت او لفوق؟ لا. لكن اقدر احرك كده، صح؟ اللي اتحرك كده ده مش الكوع، كتف. وكده كده كتف. هنقول دلوقتي ان الكتف، لحظه، الله، الكتف واسع الحركه، فاهمني؟ يبقى الكتف كده كده واسع الحركه، لكن الكوع نفسه ما تقدرش تحركه، يعني ثبت كتفك وحرك الكوع مستحيل، انه محدود الحركه. كذلك الركبه نفس الموضوع، جرب نفس الموضوع هتلاقي نفس الموضوع. الفخذ زي الكتف واسع الحركه، عشان كده تقدر تمشي وتقدر تيجي وتقدر تروح. حلو ولا مو حلو؟ حلو ان شاء الله. طيب انواع المفاصل الزلاليه: محدوده الحركه. مثال، والله عندك الكوع وعندك الركبة، مفصل الكوع ومفصل الركبة يعني. طب 2 مفاصل واسعة الحركة، والله عندك 2: مفصل الكتف ومفصل الفخذ. بعد كده الأربطة. والله الأربطة يا سيدي قال لك هي عبارة عن نسيج ضام ليفي يثبت على أطراف العظام. في فرق بين الأربطة والأوتار. إيه هو؟ الأربطة تربط بين العظام ببعضها، تربط عظمة بعظمة، أما الأوتار تربط عظمة بعضلة. ده الفرق، وهقول لك على فرق تاني دلوقتي. إن الأربطة فيها مرونة أكتر. تمام، الأربطة فيها مرونة أكتر عشان الإيه؟ التواء المفاصل والحاجات دي، عشان تسمح بحركة زيادة لو حصل ضغط، فاهمني؟ زي في لعب الكورة كده يعني. فانت كده عندك فرقين. لا لو قال لك فرق بين الاربطه والاربطه هتقول الاربطه، هنعرف التفاصيل دلوقتي، بس بقول لك بشكل عام بشكل كده ودي ان الاربطه مرنه اكثر من الاوتار. ان الاربطه الفرق بينها وبين الاوتار انها تربط بين العظام بعضها، مش تربط بين العضلات بعضها. اللي بيربط بين العضلات بعضها هي الاوتار. طيب الاربطه هي عباره عن نسيج ضام. ماشي، نسيج ضام ايه؟ ليفي. طيب يثبت او يثبت على اطراف العظام المفصل
ولا مو حلو؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ انا قايل لها او قايل له يعني انا عندي 2 بصراحه بيساعدوني في الفايل ده. هنا هيكون انا بحط كل تفصيله بصراحه، فاقول هنا هيبقى فيه ايموجي ظريف. ده ايموجي ظريف بجد. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه دي ايه؟ عم انا عايز امسحه طيب. ماشي. المهم، قال لك الوظيفه تعمل على ربط العظام بعضها زي ما قلت لك، وتحديد مدى حركتها واتجاهها. يبقى انت عندك معلومتين في الوظيفه. قال لك الوظيفه بتاعت الاربطه 2. اول حاجه تعمل على ربط العظام ببعضها. 1 تعمل على ربط العظام ببعضها. اصبر طيب ما اخلص طيب بعيط. المهم تعمل على ربط العظام ببعضها. احنا قلنا الاربطه تعمل على ربط العظام ببعضها، بس كده تعمل على تحديد مدى حركتها واتجاهها. يبقى تعمل على ربط العظام وتحديد مدى حركتها واتجاهها. طب ازاي؟ ايه الاربطه الصليبيه في مفصل الركبه. خلي بالك من كورونا. فاكرين انت البتاع ده؟ بص يا سيدي، خلي بالك بقى بجد، خلي بالك جدا. جملة هتلخص لك الكلام ده كله. إن عظمة الفخذ دي تربط أو ماشي ترتبط مع القصبة ب3 أربطة. يبقى الفخذ ترتبط مع القصبة ب3 أربطة. إيه هما؟ رباط صليبي أمامي، رباط صليبي خلفي، رباط وسطي. بص يا سيدي، دي الفخذ أهي، فخذ أهي ماشي، ودي القصبة أهي. أدي 1 ده الخلفي صليبي أمامي 2، الوسطي أهو موصل أهو 3. يبقى أنت عندك 3 أربطة بالنسبة للفخذ مع القصبة. أما الشظية اللي هي الصغننة الجميلة اللي بره، اللي هي الخارجية زي ما قلت لك، قصبة داخلية شظية خارجية، قلت لك ده اللي عايز تعرفه في حتة الساق. فاكر؟ طيب يبقى خارجي. ده بترتبط برباط واحد بس فقط، اسمه الرباط الجانبي. حلو. طيب علل الأربطة أكثر مرونة من الأوتار حتى تسمح بزيادة تسمح بزيادة الحركة قليلا عند تعرض المفصل لضغط خارجي. يبقى تاني، ليه الأربطة أكثر من الأوتار؟ احنا قلنا لأن الأربطة بتربط بين عظام بعضها، فاحنا عايزين يكون في مرونة أكتر. ليه؟ هتسمح بالحركة قليلا عند تعرض المفصل يا ظهري لضغط خارجي. ماشي. بص يعني لو فيش مرونة في تمزق، مفيش مرونة في تمزق اللي هو التواء عنيف في المفصل. وهناخد الوقت. التواء عنيف في الايه؟ في المفصل. مفيش مرونة في الأربطة، في التواءات. مفيش مرونة في التواءات، يبقى في مرونة في الأربطة. ليه بقول الكلام ده وليه بعد الكلام ده؟ عشان تفهم ان الأربطة، او تفتكر ان الأربطة فيها مرونة أكتر عن الأوتار. ليه بقى؟ لأن بيجي في آخر السنة وأنت بتحل امتحان جميل، يا ترى الدكتور كان بيقول المرونة أكتر في الأوتار ولا الأربطة؟ أوتار؟ أربطة؟ قال لك الأربطة مش عارف إيه. يبقى أوتار. تقعد تلف في لفة ما بتخلصش. فأنا بحاول إن أنا إيه كده، فاهم؟ أنت فاهم غالبا. وأخيرا الأوتار. أخيرا فعلا ظهري اتشل. بسم الله، فعلا تعبان يعني، فقرة تعبان. بص يا سيدي، قال لك ان الوتر نسيج برضه خام ضام، نسيج ضام قوي. التاني كان نسيج ضام ليفي ماشي، اقل مرونه من الاربطه. وتر اقل مرونه من الاربطه، يربط العظام بالعضلات زي ما قلت لك. يبقى انت فهمت تعريفات وحفظتها او حفظتها، يبقى انت حاول تفهم بعد كده احفظ. قشطه. يبقى الوتر هو نسيج ضام قوي اقل مرونه من الاربطه، يعمل على ربط العظام بالعضلات. طيب، مما يساعد على حركة العظام عند المفاصل عند انقباضهم بسط العضلات. حلو.
ده بيقول لك يعني ايه موضوع الحركه ده، العضله وادي الايه الوتر يربط العظمه بالايه بالعضله، يشتغل على حركه العضلات اثناء القبض والايه والانبساط. طب يا سيدي برضه نفس البتاع، يا ريت وشك وحش ليه كده، ايه القرف ده؟ المهم مثال، قال لك وتر اخيل، وتر اكيل واسمه وتر اكيلس بس يلا يعني وتر اخيل. قال لك الوتر ده يصل، مهم الوتر ده قوي، حلو حلو السؤال ده. الوتر ده يصل العضله التوأميه، العضله التوأميه، العضله التوأميه ماشي، اللي هي بطن الساق يعني، دي زي ما بقول لك كده السمانه يعني، بعظمه اسمها الكعب، عظمه الكعب. تمام، يبقى وتر اخيلس يصل العضله التوأميه اللي هي بطن الساق بعظمه تسمى عظمه الكعب، عظمه الايه الكعب. طيب بعد كده سيلكت تشينج، كمل. تعالى لي بقى، لا والله لا تيجي، يلا. تمزق قطر اخير، قال لك الاسباب 3: مجهود عنيف، تخلص مفاجئ، انعدام مرونه في العضله. مجهود عنيف، مجهود تقلص انعدام، مجهود عنيف تخلص مفاجئ انعدام ايه مرونه. حلو حلو، يبقى مجهود عنيف. اسباب تمزق قطر اخير ده لازم يجي، ده لازم يجي في امتحان يا معلش، ده يجي في امتحان. فاسباب تمزق قطر اخير: مجهود عنيف، تقلص مفاجئ او متفاجئ، انعدام. طب الاعراض 3: ثقل في حركه القدم، عدم القدره على المشي، الام حد. يبقى ثقل في حركه القدم، عدم القدره على المشي، الام حد اهو. ثقل في حركه القدم، الام حاده، عدم القدره على المشي. طيب العلاج، والله قال لك ان العلاج اهو على فكره، بص دي عظمه او عضله الساق اللي هي العضله التوأميه، ده وتر اكيلس او اخيل ماشي، يصل العضله التوأميه، ده فوق كان ده فوق عضله التوأميه بعظمه الايه الكعب، وصلت السلوميات ده المشط عن الكلام ده يعني ماشي. العلاج بقى يا سيدي، قال لك لو جالي تمزق في وتر اخيل هعمل ايه؟ هعمل حاجه، وعلى فكره هقول لك عليها بعدين بس ماشي. المهم نرجع تاني عشان نكمل فصلة. ايه العلاج؟ احنا كنا بنتكلم عن العلاج. بص يا سيدي، قال لك العلاج مسكن مضاد للالتهاب في حاله التمزق الايه الخفيف، يبقى في حاله التمزق الخفيف ممكن تاخد مسكن مضاد للالتهاب، اما في حاله التمزق الكامل ده لابد من تدخل جراحي. حلو حلو، يبقى التمزق الكامل لابد من تدخل ايه جراحي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. هنحل الأسئلة بإذن الله. أنا بس هاخد بريك قد كده عشان أريح ظهري، وبإذن الله نكمل الأسئلة.